السلام عليكم يا رفاق. مبدئيا ربنا يوفقكم ويكرمكم ويحقق لكم كل اللي تتمنوه. خلاص بجد الرحله قربت تنتهي، ان لم تكن في النهايه اصلا احنا خلاص وصلنا للنهايه. وخليك فخور بنفسك وخليك فخور بكل اللي انت مريت بيه وراضي جدا عن نفسك وتعيش الواقع. انا خلاص وصلت لاخر حاجه في ثانويه عامه، انا خلاص وصلت لمرحله الامتحانات. خليك فخور بكل اللي مريت بيه، وبرضه هفضل اسعى لحد اخر ساعه في ثانويه عامه لحد ما تتسحب مني ورقه امتحان الاحياء كده وخلاص سلمتها، وتبدا بقى الاحتفالات اللي بجد. والله ما عارف. ألف مبروك. وده ان شاء الله هنتكلم عنه فيديو مهم جدا بجد، ازاي تتعامل في لجنه الامتحان وازاي ما تقعش في الغلط اللي انا وقعت فيه، وازاي كمان تتعامل مع الاسئله اللي انت مش عارفها والاسئله الصعبه والاسئله اللي انت شاكك فيها، وكمان البابل شيت، وكمان لو في غش في اللجنه، وكمان لو في حد بيصوت حواليك ولا حاجه. كل ده ان شاء الله هنتكلم عنه في الفيديو ده، فيلا بينا. مبدئيا لازم ناخد اليوم ده من قبله، من الليله كده بالظبط. نفترض مثلا ان هو العربي على سنه اول امتحان بجد العربي. وعلى فكره نعمه جدا لدفعتنا ودفعتكم كمان ان هم بادئين بالامتحانات اللي ما تضافش المجموعه. هتكون عرفت مكان لجنتك وهتكون هديت شويه وعرفت مكانك واستقريت، وكل ده بيهدي من التوتر بتاعك والقلق بتاعك. فهي ميزه فعلا ان هم يبداوا بالمواد اللي مش بتضاف من المجموع في الاول. ولازم ليله الامتحان دي تكون نايم كويس، وانتوا اكيد عارفين الكلام ده. بس يا جماعه بجد لازم تكون نايم كويس، على الاقل على الاقل تكون مثلا نايم 6 ساعات او اقل، مثلا 6 ساعات بساعه ولا حاجه، وده غلط يعني. على الاقل بجد لازم تكون نايم 6 ساعات. طب لسه مخلصش مذاكره العربي، انام ازاي يا عم؟ نام نام، والعربي اصلا ده بيمشي ببركه دعاء الوالدين. انت اخرك النحو وتذاكره وتنام وخلاص الموضوع منتهي. طب حتى لسه مخلصش النحو، نام برده، خلاص نام. الاخر انتوا لازم تناموا. العربي بجد يا جماعه وكل المواد، بس العربي بالذات ببركه دعاء الوالدين، فما تتعبش نفسك قوي ونام. ولازم تناموا عدد ساعات كافي، ده بجد الحقيقي دي اهم حاجه. ومن الاخطاء اللي انا وقعت فيها فعلا اول حاجه ان انا ما كنتش نايم عدد ساعات كافي، فده مهم جدا. وقبل ما تنام صلي ركعتين قيام ليل وركعه وتر وقول اذكارك، واحنا مش ناقصين وانت نايم يحصل لك كوابيس، فقول اذكارك ونام. وما تخافش انك ما تصحاش، يعني انا برضو انا عارفه التفكير الاهبل ده، كنت خايفه برضو ان انا ما اصحاش، فهو تفكير اهبل يا جماعه. ما تشغلوش بالكم، ان لم يكن انت ما صحيتش من نفسك البيت كله هيصحيك، او منبهاتك هتصحيك، او انت اصلا هتصحى، انت نومك يعني انت ذات نفسك هتصحى، ما تقلقش. تاني حاجه غلطت فيها ان انا ما فطرتش، فرحت امتحان العربي ضغط في قلب الامتحان. فلو سمحتوا يا جماعه افطروا قبل ما تروح الامتحان، مهم جدا. حتى لو مالكش نفس، انت وانا ماليش نفس، مش مهم يجيلك نفس اصلا، مش مهم يجيلك نفس، المهم ان انت تفطر. ولو بتركز من نسكافيه او قهوه، اشرب نسكافيه او قهوه قبل ما تمشي. طبعا لازم تكون صاحي بدري جدا علشان تكون رايق وهادي، وتجيب معاك ازازه ميه وتكون مجهزها من بالليل وساقعه وتمام، وتاخدها معاك في اللجنه عشان بجد هتفرق في تركيزك جدا جدا. ولو انت مثلا بتشتكي من اي حاجه او بتفكر تشتكي من اي حاجه، خد ادويتك معاك وانت رايح الامتحان. وكده كده معانا ازازه الميه، وقلنا ان هي مهمه جدا وهتفرق بجد في تركيزكم في خلال اللجنه يعني. وانت ماشي كده في الطريق ردد كتير جدا: اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل ما اخاف احزن بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. رددوا الدعاء ده كتير طول ما انت ماشي في الطريق، واحفظوه ورددوه دلوقتي كمان، وبجد الدعاء ده هيفرق معاكم جدا وكان بيفرق معايا. سندوتشاتك في ايدك ومسطرتك في كيسك، مذاكرتك في دماغك، مطوتك في جيبك. اللي يقول لك غششني قطعه، اوعاك تغشش حد. حاضر يا مامي. وروح بدري لجنه الامتحان قدر المستطاع. وطبعا يا جماعه انتوا عارفين اصحابكم وعارفين الناس اللي معاكم، في ناس كده بوم بجد والله عباره عن ابوام عايشين معانا، ما تتكلموش معاهم. في ناس ثانيه بقى كويسه جدا، ودول كانوا اصحابي وكانوا معايا في اللجنه بتاعتي. فانا كنت رايحه بدري قعدت اتكلم معاهم، كنا بجد خففوا من عليا حمل كبير جدا، وكل يعني بجد كلنا خففنا على بعض من حمل كبير جدا. فكنا بنتكلم مع بعض وكنا مبسوطين، وبجد يعني كان شعور حلو جدا وهدى مننا كلنا. ما كناش حاسين ان احنا في امتحان، وما كناش حاسين ان احنا في لجنه خالص. قعدت بقى خلاص واستلمت امتحانك، ما تعملش بقى زي صاحبنا سكينة ما تفضحناش ولا ما تفضحناش. ابص ايدك لا تفضح سفينة. لا عادي خالص، واهدوا جدا وادعي الدعاء ده: اللهم اني توكلت عليك واسلمت امري اليك، لا ملجا ولا منجى منك الا اليك. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، انت تجعل الصعب اذا شئت سهلا. اللهم ذكرني منه ما نسيت، ولا حول ولا قوه الا بالله. واهدى خالص واهدوا جدا. بص يا جماعه انا بجد لما اكون مثلا مضغوطه جدا او في اوقات ضغط جدا عليا، بقول لنفسي، بقعد مع نفسي كده اقول لها ايه: عيش الواقع اللي قدامك، عيش الواقع. الواقع اللي قدامي ان انا قدامي ورقه او امتحان مطلوب مني ان انا احله، مش اول امتحان احله وحليت قبل كده منه كتير، فعادي جدا والموضوع بالنسبه لي بسيط، لان ده امتحان زي اي امتحان حليته قبل كده. وكمان الامتحان ده هيكون اسهل، ايوه اسهل، لانه بيكون متراجع 100 مره قبل كده، والاختيارات مش هتكون متشابهه زي الاختيارات اللي كنا بنحلها قبل كده. فاهدي خالص واهدي، والموضوع بسيط جدا ومفيش اي حاجه. عيش الواقع اللي قدامك، انك قدامك امتحان عاوز يتحل وبس كده. في حد مات جنبك في اللجنه ولا تشغل بالك خالص، خليه يموت، هو ربنا هو ده قدر انه يموت دلوقتي، ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، ده الامتحان انا بذاكر له طول عمري، ماليش دعوه خالص. يعني انا اصلا كنت تعبانه، كنت بقول لصاحبتي ما تشغليش بالك بيا، خليكي في اللي انت فيه، ما تشغليش، محدش يشغل باله بيا خالص. رغم ان انا تقريبا كنت تعبت في اخر الامتحان يعني، او بعد ما خلصت، اما بعد ما خلصت كنت براجع، اما في اخر الامتحان، مش فاكره قوي. بس بجد يا جماعه ما تشغلش بالك باي حد خالص، وخصوصا البنات.
حد صوت، حد مات، حد انتحر، خليني في اللي انا فيه، ما تشغلش بالك خالص. مرحله حل الامتحان، خلينا بقى متفقين ان قبل ما الوقت يخلص بتلت ساعه، تلت ساعه مخصصه للبابل شيت، وما تقلقش كده كده المراقب اللي قدامك كل شويه يقعد يفكرك بالوقت، ما تقلقش خالص من الموضوع ده. وخلي معاك ساعه، انا نسيت اقول برده خلوا معاكم ساعه في الامتحان، هو كده كده المراقب هيقول لك يعني، بس قبل ما الوقت يخلص تلت ساعه ده وقت البابل شيت وهنتكلم عنه دلوقتي. وانت بتحل بقى الاسئله وانت ماشي فيها، في اسئله هتكون شاكك فيها، وفي اسئله مش هتعرف تحلها وتكون صعبه، في اسئله عاديه هتمر عليك عادي جدا. اهدوا وما توتروش، الاسئله الصعبه دي او الاسئله اللي انت شاكك فيها اعمل علامه جنب الاسئله اللي انت شاكك فيها، يعني انا حليتها، انا حليت السؤال، انا حليته وبس شاكك فيه. اما الاسئله الصعبه انا ما حلتهاش خالص، اعمل جنبها علامه ودي جنبها علامه، تمام؟ خلينا مركزين كده مع بعض. وبجد يا جماعه والله العظيم انتوا بس لو هديتوا الاسئله الصعبه اللي انتوا مش عارفين تحلوها دي، اما تخلصوا الامتحان هتلاقيها اتحلت كده لوحدها من عند ربنا، والله العظيم كمان مره وبالله كمان مره هتعرفوا تحلوها. بس اهدوا بس، انها في الاول بتبقى بالنسبه لكم صعبه، انما لما بتعدوا عليها تاني بتقدروا تحلوها عادي جدا، يعني مفيش اي مشكله. طيب دلوقتي انا خلصت الامتحان بتاعي كله خلص، وفي علامات هعملها جنب الحاجات الصعبه اللي انا مش عارفه خالص، والحاجات السهله، او الحاجات اللي انا شاكك فيها، الحاجات اللي انا شاكك فيها الحاجات الصعبه. طيب هل الوقت كافي ان انا اراجع الامتحان كله؟ على حسب الامتحان، يعني مثلا الفيزياء وقتها بيبقى ضيق، والعربي احيانا مع بعض الناس وقته بيبقى ضيق، طبعا بتختلف. فانت اول ما تخلص الامتحان هتشوف الاسئله الصعبه اللي انت ما حلتهاش تماما وتفكر فيها تاني، وان شاء الله هتجيبها، واكيد ان شاء الله هتجيبها. وان كانت صعبه موت فمش عليك لوحدك، على كل اللي معاك، فعادي ما تقلقش. انما لو هي صعبه بس فيها فكره هتجيبها ان شاء الله. خلصت اسئله صعبه فيها فكره ولسه في وقت، ولسه تلت ساعه اللي هو اخر وقت ما جوش عشان البابل شيت، ادخل على الاسئله بقى اللي انت شاكك فيها، ان انا مجاوب عليها بس انا شاكك فيها. بصوا لو انت ما عندكش قرار حتمي او اجابه حتميه، يعني مثلا في الكيمياء بالنسبه لي في الامتحان غيرت كذا سؤال من الغلط للصح، يعني انا غيرته من الغلط عملت الاجابه الصح بتاعته الحمد لله، علشان كانت اجابه واضحه، يعني اجابه انا عارفه ان يعني الاجابه دي حلها كذا والحل والخطوات بتاعتها انا عارفه الحل تمام. لكن عربي مثلا عربي انا شاكك فيه، انا مش عارفه، ما تغيرش اجابتك، ما تغير. طبعا دي بتختلف من شخص للتاني، بس انا لو مكانكم مش هغير اجابتي خلاص. لكن لو انا سؤال عارف اجابته وعارف ان انا عملته غلط، خلاص غير اجابته بدي، تمام؟ طيب بقى وقت راجع الامتحان كله تاني كانك بتحله لاول مره عادي جدا، مفيش مشكله، يعني راجع الامتحان تاني كده وخلاص على السريع. ولو في برضو اجابه زي ما قلت انت حاسس ان انت كنت عاملها كده غلط وبعدين لا ده انت عارف الصح بتاعها، ما تقلقش وما تتوترش واعملها صح عادي. انا في الكيمياء فاكره ان انا غيرت حاجات كتيره جدا للصح، الحمد لله الامتحان كله كان صح في الاخر، فما تقلقش خالص. طيب هل الوقت بيبقى كافي في لجنه الامتحان؟ مش على طول، ايوه مش على طول، وما تتغرش عشان انا برضو كنت اتغريت كده. يعني مثلا في الفيزياء في البيت كنت بحلها في ساعه ونص، ومش عايزه اقول لكم اقل من ساعه ونص، ويوم ما اطول خالص ساعتين، يعني يوم ما اطول كان يبقى ساعتين. رحت في الامتحان بقى يعني فجاه المراقب او المراقبه كانت بتراقب علينا مش فاكره مين يعني، قالت لنا ده الوقت قرب ينتهي، كنا لسه يعني كنت في الاخر كده الوقت قرب ينتهي، وفي ناس على فكره كانوا لسه يعني جوه شويه، بجد قرب ينتهي ازاي؟ الواحد كان مصدوم كده. فهو يعني عادي، بس على فكره عادي يا جماعه ما حصلش حاجه يعني، بس اللي هو يعني ايه، مش على طول وقت كافي، خصوصا في الفيزياء والعربي. اي ماده تانية لا اعتقد الوقت ده كان كافي مع كله، خصوصا اللغات طبعا، مش اللغات كلهم اكسبشن العربي. المهم يعني ان بجد الفيزياء والعربي هما الاثنين انت محتاج تركز في الوقت جدا، فالعلامات دي ساعدتني جدا. يعني مثلا في الفيزياء يا جماعه خلصتها لقيت ان العلامات اللي انا كنت عاملاها دي، الاسئله اللي كانت واقفه عليها حالتها في ثانيه، حرفين حالتها على طول سبحان الله جت الحل في ثانيه كده. والحاجات اللي انا كنت معلمه عليها وشاكه فيها برده في حاجات غيرتها للصح، وخلاص كده الموضوع انتهى وزلت في بابل شيت وخلاص. زي بقى اتعامل مع ورقه البابل شيت، الورق القلم الرصاص بتاعك تعدي كده بنقط، يعني مثلا عندك الاختيار ا ب ج، اختار النقطه ج حط نقطه على ج اللي انت حله طبعا يعني، ج ب ا نقط بقلمك الرصاص، نقط بس، تمام؟ نقط. خلصت من النقط امسك بقى قلمك الجاف كانك بتحط لاول مره، اعمل ظلل بالجاف وظلل بالجاف، والجاف ما يكونش جل، قلم الجاف بتاعك ما يكونش قلم جل، لا خليه قلم جاف عادي طبيعي جدا، وقلم انت طب قلم جاف عادي مش مشكله، وعادي خالص. وده البابل شيت مش حاجه مرعبه يعني، حاجه عاديه جدا بس. طيب الغش بقى يا زهراء، بصوا يا جماعه اللجنه بتاعتي كانت هاديه جدا، انا لجنتي كانت هاديه جدا 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 كمان، يعني المراقب اصلا بتاع الامن كبير الامن كده كان دخلنا مره قال لنا انتوا احلى لجنه في ثانويه عامه شفتها في حياتي، انتوا احلى لجنه شفتها. المراقبين كانوا بيغشوا لنا كانهم داخلين جنه كده، ولله المثل الاعلى طبعا، يعني لله المثل الاعلى. ولكن على فكره انا كنت معتقده ان مفيش غش خالص لحد ما كنت نزلت درس كده مع اصحاب مع زمايلي يعني، فعرفت ان في غش. انا كنت متوقعه ان في تفتيش بره ولجنتي هاديه، طلعت لجنتي هي اللي هاديه بس ما كنتش اعرف. فالمهم بجد كان اخرنا خالص يوم ما نعمل دوشه في اللجنه، اي حد ممكن يتكلم مع زميله في الاخر خالص في الاخر جدا، واي حد بقى يعني انا كنت في حالي، انا بقول لكم عن نفسي عن تجربتي يعني، انا كنت في حالي وبرضه اصحابي كانوا في حالهم. لكن اذا كنت عاوزين اي حاجه مثلا اخرك، يعني لجنتي بتكلم عن اللجنه بصفه عامه، اخرنا اتكلم مع حد من زمايلك، تمام؟ بكل صراحه يا جماعه وبكل وضوح، وانتوا عارفين كده عني من زمان جدا من يوم ما بدات ان انا خايفه اقول لكم تغشوا او ما تغشوش. ليه؟ هقول لكم ليه.
في اخر لما تخلص الامتحان، اي امتحان هتخلصه هترجع تلاقي على السوشيال ميديا منشور ايه، الف مبروك لاي حد حل من مجهوده، واللي غش دولت مش عارفه مين، وانتوا ناس وحشه، وانتوا ناس مش عارفه ايه، وكلام كله في الفاضي من الاخر. المهم يعني في يوم النتيجه بقى صدمتك، انت ما تبقاش عارف يعني هم مثلا بيكونوا غاشين مع بعض ولا غاشين من مصدر خارجي، وهم شاطرين وغاشين. على فكره الناس اللي بتعدي بيبقوا شاطرين وغاشين توجذر مع بعض، الحاجتين مع بعض. فلكن يا جماعه اللي انا اقوله لكم ان الحرام هيفضل حرام، الحرام هيفضل حرام لو كل الناس بتعمله، وده شيء مؤكد ومسلم به. فخلي ربنا دايما يبارك لك ويوفقك في الحاجه اللي انت عايز تعملها. ولو في اي حد بيفكر انه يعترض في كلامي على الكومنتات، اصبر لحد ما تخلص رحلتك ان شاء الله، تخلص ثانويه عامه، وبعد كده تيجي تتكلم معايا عشان انا بقول لكم عن حاجه عن واقع انا شفته، يعني عن واقع انا شفته وجربته. فمن الاخر القرار يبقى قرارك، عشان انا مش هقدر اقول لحد ويقول زهراء بقى. الحرام هيفضل حرام والحلال هيفضل الحلال طبعا حلال. قرار بالنسبه لي في الاخر، قرار هيبقى قراركم انتوا. الامتحان خلص الحمد لله، سلم ورقتك واطلع اجري اجري، ما تراجعش مع اي حد، مع اي حد، خصوصا العرب. مش عارفه بتراجعوا ازاي، انا مش فاهمه انتوا بتراجعوا ازاي يعني بجد يا جماعه. افتكر ان احنا يعني كل واحد يعني يقعد يسمع كلام، هبقول لكم ان شاء الله في ليالي الامتحانات انا كنت بسمع ايه، ومين اللي طلع صح ومين اللي طلع غلط في الاخر، عشان بس وقت الفيديو مبقاش اطول من كده. ولكن بجد ما تسمعوش لاي حد. وبس كده وصلنا اخر الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى تكونوا استفدتم وافدتكم ولو بقدر جميل ان شاء الله، مش عارفه اقول ايه. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. مش تحطوا لايك، حطوا لايك يا جماعه، اللايك يعني هيدعمنا، واعملوا اشتراك في القناه لو انتوا اول مره تشوفوا القناه. سيبوا لنا رايكم في كومنت. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. باي باي.